en cette 92e minute de jeu. Allez, Yassine Bzez pour le coup franc, il est cadré dans le but. Oh, le but de Yassine Bzez dans la lucarne. Et il n'a donné aucune chance au gardien Ouslim, mais c'est à l'arraché dans les dernières minutes. Oh, quel but! On revoit le ralenti et le but dans la lucarne, aucune chance. الأرض لم يتمكنوا من الوصول إلى مبتغاهم سوى عند الدقيقة 41 حينما تمكن المتألق في كل لقاء لعبه هذا الموسم ياسين بزاز من فك العقدة وفتح مجال التهديف بالكيفية الرائعة وتسديد الدقيقة التي سكن شباك الحرس التلمساني رغما عنه. وهنا الإعادة والكيفية والقذيفة كانت صاروخ أرض والتي يصعب على القبة الحديدية أن توقف مفعول هذا الصاروخ. والفرحة كانت التمريرة، وضع الكرة في الزاوية المستحيلة والصعبة. بزاز مباشرة داخل الشباك، قلت إما قذيفة وإما في الزاوية المستحيلة. وضع بزاز الكرة في الزاوية المستحيلة من مرمى الحارس متحزم رغم ارتماءات متحزم. وفرحة أنصار شباب قسنطينة بالهدف الذي جاء بعد جهد جهيد. شباب قسنطينة يتمكن إذن من فتح مجال التهديف بتسديدة قوية من كرة ثابتة من بزاز، وكأنه أصبح اختصاصي هذه الكرات الثابتة بزاز، ويعيد ويبعث الحيوية من جديد في المدرجات، ويعيد الأمل لأنصار شباب قسنطينة الذين يتحركون ككتلة واحدة في المدرجات منتشين بالهدف الذي جاء بعد صعوبة كبيرة وجدها شباب قسنطينة أمام فريق يحسن المفاوضات جدا. إعادة للكرة وللمخالفة ممتازة من بزاز، ضع في الزاوية الصعبة رغم ارتفاع 12. إذن بزاز أمامنا أو متحزم.